لظروف معينة. الآن طبعا أعزائي المشاهدين يتم تتويج المنتخب التونسي الشقيق بعد تحقيق المركز الثالث والميداليات البرونزية. فترة عرب المنتخب الوطني التونسي منتخب قواد ويستحق تتويج كل الفريق الثالث من خلال أيضا أعضاء اللجنة الفنية في البطولة. المدرب رياض البدري، ومدرب الحراس نشكره أيضا المدرب كريم بوصفارة، أيضا يستحق الشكر. طبعا أعزائي المشاهدين مشاركة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي في هذه البطولة ستكون إعدادية بإذن الله لمنتخبنا في البطولة الآسيوية والتي تقام في الصين بإذن الله بعد عيد الفطر المبارك. نأمل ونتمنى التوفيق لمنتخبنا وأن تكون هذه البطولة إعداد جيد في ظل أيضا المعسكر القادم للمنتخب السعودي والذي سيكون طبعا في المملكة العربية السعودية وفي العشر الأواخر طبعا من رمضان كإعداد نهائي للبطولة الآسيوية. بعد تتويج المنتخب التونسي أعزائي المشاهدين وتحقيق المركز الثالث والميداليات البرونزية في هذه البطولة سيتم بإذن الله تتويج الفريق الحاصل على المركز الثاني. وللذكرى طبعا والذكرى تنفع المؤمنين، طبعا هذا الفريق أعزائي المشاهدين الذي حصل على البطولة العربية في تونس هو الفريق الذي حقق البطولة المدرسية في الكويت عام 2012 وحصل على بطولة الأخاء في مصر عام 2013. يعني منتخب تواصل الإعداد أن يكون المنتخب السعودي في أفضل حالة في الحالة القادمة أو في البطولة القادمة في البطولة الآسيوية بإذن الله في الصين. المركز الثاني أعزائي المشاهدين والمنتخب العراقي والميداليات الفضية للمنتخب العراقي بعد طبعا أداؤه المتميز وحصوله على المركز الثاني أمام الفريق البطل السعودي في هذه البطولة. ممتاز للمنتخب الوطني العراقي في هذه الدورة، والمركز الثاني أحسن دليل على المجهودات التي مفاتيح الاتحاد العراقي لكرة اليد يقوم بها. تتويج المنتخب العراقي أعزائي المشاهدين والمركز الثاني والميداليات الفضية. مبروك للمنتخب العراقي، مبروك للأشقاء في العراق على هذا المركز وعلى هذا المستوى المتميز. وإن كان طبعا الفوز فوز للجميع، فوز للمنتخب السعودي وفوز للمنتخب العراقي والعكس صحيح، يعني كلنا أبناء الأمة العربية والإسلامية، فوز أي بلد فوز للفريق الآخر. والمنتخب العراقي طبعا لم يخسر وإنما مشاركته في هذه البطولة طبعا ونجاح للكرة العربية من خلال المنتخب العراقي ولقطة جماعية للمنتخب العراقي مع طبعا نائب السفير السعودي في تونس ومع أعضاء اللجنة الفنية والطاقم التدريبي للمنتخب العراقي. لحظات أعزائي المشاهدين وتتويج المنتخب البطل الأخضر السعودي وكأس البطولة والميداليات الذهبية، والذهب يلمع والعين تدمع. هذا كأس البطولة أمامكم أعزائي المشاهدين، والأخضر السعودي يقول أنا لها دائما وأبدا. والشباب وناشئين الأخضر السعودي يتفوقون ويتميزون ويؤكدون أن كرة اليد السعودية لن تقل بأي حال من الأحوال عن المنتخبات الآسيوية المتميزة، وأن كرة اليد السعودية إن آجلا أو عاجلا ستكون يوم من الأيام على رأس الهرم الآسيوي وعلى رأس الهرم الآسيوي كبطولة وكوصول إلى كأس العالم. المنتخب السعودي وصل لكأس العالم 6 مرات، المنتخب الشباب وصل إلى كأس العالم 4 مرات، المنتخب الناشئين ها هو الآن يتفوق ويصل ويحقق البطولة العربية السابعة للناشئين. تتويج المنتخب السعودي الأستاذ عبد الله العليان
عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، رئيس المنتخبات الشباب والناشئين، ولاعب المنتخب السعودي والمدينة الذهبية، وتتويج طبعا من قبل نائب السفير السعودي في هذه البطولة في تونس الشقيقة، وأيضا من المسؤولين في اللجنة المنظمة والاتحاد التونسي لكرة اليد. والذهب يلمع والعين تدمع، يا أخضر يا سعودي. مبروك مبروك للمنتخب السعودي، مبروك لأبنائنا الذين قدموا أداء متميز، قدموا أداء رائع، أثبتوا أن كرة اليد السعودية موجودة. أيضا زهير القرشي موجود أمامكم، طبعا مدير المنتخب السعودي في البطولة، ولقطة طبعا للأخضر السعودي والتتويج وكأس البطولة. بعد قليل طبعا سيرفع للأخضر السعودي والفرع السعودية لتحقيق البطولة. وهذا الكاس، هذا الكاس، هذا الكاس، ارفع الكاس يا عمي، ارفع الهدف، وهو دائما الهدف هو الكاس، وحققنا الكاس والأخضر السعودي. مبروك 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 للأخضر السعودي، مبروك للمقام السامي الكريم، مبروك لخادم الحرمين الشريفين، للقيادة الرياضية على تحقيق البطولة العربية السابعة للناشئين، مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، مبروك لأعضاء الاتحاد السعودي لكرة اليد وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحمن الحلافي، نائب الرئيس الأستاذ تركي الخليوي، الأمين العام محمد الخليوي، محمد المنيع، أعضاء مجلس إدارة أحمد بصفر، محمد التخيل، وأبو رياض، وعبد الله العليان، والكل وأنا منهم طبعا، وأن نسيت البعض فليعذروني. طبعا فرحة الفوز وفرحة الانتصار قد تضيع أفكار الكثير وليس القليل. مبروك.